مساء الجمال. النهارده بقى قلت اعمل لكم كباب حله. ايه هي كباب الحله؟ لحمه متقطعه صغير وفيها بصل كتير. تمام، بتبقى طعمها حلو جدا جدا جدا، واهم حاجه ان انت تزودي فيها البصل. انا دلوقتي جبت 6 بصلات زي ما انتم شايفين، وقطعتها بالطريقه ديت، وحطيتها على النار بشويه زيت، ما كتريش الزيت فيها. وبعد كده حطيت معلقه كبيره سكر، سبتها لحد ما تدبل كده. تمام، وهحط دلوقتي اللحمه. انا اللي معايا هنا ده كيلو لحمه. تمام، انا غسلته كويس جدا، وبعد كده سبتها ربع ساعه في الخل والملح والليمون، وجبت حله فيها ميه وغليتها على النار، حطيت فيها شويه كمون. وبعد كده طلعت اللحمه اللي انا بغسلها، صفيتها كويس، وقمت حطاها في الحله ديت ميه بكمون بس، ما فيهاش ملح وما فيهاش اي حاجه، عشان انزل الزفاره اللي فيها، والميه دي في الاخر هتترمي. اخدتها نص سلقه، وبعد كده صفيتها خالص كلها، ورميت الميه. طبعا هي مش شوربه، انا حطاها في الميه ديت اللي بالكمون عشان تنزل اي زفاره من اللحمه. الناس اللي هي بتقرف قوي وانا ما بحبش اي ريحه زفاره. انا برضو الفراخ بعمل برضو فيها كده، بحطها في ميه 10 دقايق، وبعد كده بقوم دلقه الشوربه اللي هي يعتبر الميه اللي انا بسلق فيها الفراخ، وبعد كده اعمل شوربه من اول وجديد. تمام، اللحمه بقى انا عملتها اهيت، قطعتها صفيتها، وقمت مقطعاها حتت زي ما انتم شايفين. هنحطها دلوقتي على البصل. انا طبعا مش هحط اي حاجه على اللحمه نهائي غير لما تستوي. انا عليت عليها النار، هسيبها بقى تستوي مع نفسها، مش هحط اي توابل ولا احط فلفل ولا احط اي حاجه نهائي. انا مقطعه فلفل الوان مع فلفل اخضر، هحطهم بس ده في الاخر خالص. فدوت طبعا هنسيبه كده يستوي مع نفسه، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. اللحمه اهي يا جماعه ابتدت ان هي ريحتها تطلع، وبص انا ما حطيتش ولا ميه ولا حطيت اي حاجه. تمام، ابتدت ان هي تحمر من تحت، فهحط دلوقتي كوبايه ميه. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين حطيت كوبايه ميه كبيره. تمام، هغطيها بقى. مش عايزه اقول لكم ريحه اللحمه حلوه جدا. انا هحط دلوقتي صويا صوص، يعني مقامة مثلا معلقتين كبار او ربع كوبايه صغيره. احنا دلوقتي حطينا الصويا صوص، هنحط دبس الرمان. ده دبس الرمان. تمام، او زي ما انتم شايفين انا حطيت صويا صوص، وحطيت معلقه واحده من دبس الرمان. تمام، انا دلوقتي مقطعه فلفل الوان، هحط كبشه منها كده. انا دلوقتي حطيت ميه تاني، لازم كل ما تشرب التوابل بتاعتها اللي هي الصويا صوص والدبس الرمان، طبعا لازم ازود ميه علشان تبقى مستويه اكتر واكتر. انا حطيت دلوقتي فلفل وصويا صوص ودبس الرمان مع البصل، وطبعا كان محطوط قبليها مع البصل سكر. تمام، هسيبها بقى تغلي تاني مع نفسها كده، وهبتدي اقول لكم هنحط التوابل بتاعتها ايه. انا عندي التوابل بتاعت الكباب الحله: حبه البركه، روزميري، كزبره، كمون، فلفل اسود، حبهان مطحون، ورق لوري صحيح. دي بقى ديت يا جماعه دي بهارات اللحمه، بهارات اللحمه. تمام، ده المرقه بتاعت اللحمه اللي انا بجيبها من عند العطار. هنا بابريكا، توم باودر وبصل باودر، هنا بهارات اللي هي ال7 بهارات. تمام، هنبتدي بقى ان احنا نحطها على الكباب الحله بتاعنا. طبعا حطيت التوابل بتاعتي وقلت اوريكم بقى هي بتغلي ازاي. تمام، انا مش هحطها في الفرن، انا هخليها تستوي على البوتاجاز عادي. عايزين انتوا تحطوها في الفرن براحتكم، بس انا بحب ان انا اسويها من فوق براحتي خالص. اوطي النار، اعلي النار، ان انا بيبقى قدام عيني على طول اللحمه، هبقى عارفه هي تستوي ازاي. في ناس بتعملها في طاجن،
وتحطها في الفرن برضو بتبقى حلوه. فانت ممكن بعد ما تاخدي كام غلوه من فوق، ممكن لو عندك طاجن تحطيه في الطاجن وتحطيه في الفرن وتغطيه بالفويل، يبقى برضو طعمه حلو جدا. تمام. انا دلوقتي هغطيه وهسيبه كده مع نفسه لحد ما يستوي. انا دلوقتي كباب الحله خلص، حطيت معلقه ملح صغيره. تمام. انت بقى على حسب رغبتك انت عايزه تحطي قد ايه. وحطيت قرن فلفل. ده طبق الكباب الحله معانا النهارده، حاجه كده بقى تحفه. اعملي بقى جنبيها شويه بطاطس محمره مع شويه رز بسمتي. طبعا ما تنسيش ان طبعا البهاريز بتاعتها دي بتتحط على الرز، بيبقى طعمها حلو جدا. تمام. ولو اللحمه لسه ما استوتش معاكي حطي زودي ميه. وطبعا بتزودي ميه بتمليها زي ما انا بعمل، بغطي اللحمه بالميه وتسيبيها بقى مع نفسها. انا اللحمه بتاعتي استوت اهو. هبتدي بقى ان انا اغرف جنب الرز البسمتي والبطاطس. حاجه طبعا ريحتها تحفه تحفه تحفه، اكنك يعني اكنك بالظبط شويه اللحمه. بألف هنا، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنى تعليقاتكم على اللي جربتوها ولا ما جربتوهاش، وجربوها بالطريقة دي هتبقى حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين.